اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض دبابيس الفراخ بالبطاطس وصوص الديمي جلاس. هنعمل كمان معاها شويه رز بسمتي سهلين جدا جدا، وصفتين سهلين. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملنا الوصفتين بتوعنا دول ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. حاجة أنا جبت عندي دبابيس الفراخ، سواء كنت جايباها شارياها من بره أو حوشتيهم. طبعا جبت الفراخ غسلتهم ونضفتهم كويس، حطيتهم في مية وملح وخل ودقيق، وشطفتهم مرة واتنين وتلاتة وسبتهم لحد ما صفوا. طيب ايه الخليط بقى اللي احنا هنعمله او المكونات اللي هنعمله مع دبابيس الفراخ؟ عندي هنا جبت فلفل وبطاطس وطماطم وبصل. هبدأ اخد الاول الفلفل الرومي، وهبدأ ان انا اقطعه ليه شرايح رفيعة خالص بالشكل ده اهو. بنقطعه شرايح رفيعة خالص خالص بالشكل ده. خلاص تمام، نشيل الفلفل. هناخد كمان عندي البصل، هنقطع البصل برضو لجوليان كده اجنحة. ونبدأ ان احنا نفتحهم من بعض. وكده كمان قطعنا البصل. هناخد عندي طماطميايه، وناخد بس الحته اللي بتبقى فوق دي لازم نتاكد انها شلناها، علشان بس ما تبقاش فيها، بيبقى فيها حاجات مش كويسه، او ساعات بيرشوا الخضار يعني بتبقى مرشوشه الحته دي، فلازم نغسلها كويس جدا ونتاكد انها نظيفه. جبت البطاطس برضو قطعتها ليه شرايح وشرايح رفيعه خالص عشان تستوي معايا. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده بقى كويس. وبعدين هبدأ ان انا احط عندي دبابيس الفراخ. هبدأ ان انا احط كده في كل دبوس، اعمل شق كده بالسكينة، عشان بس يعني ما شاء الله الدبابيس كانت حجمها كبير، ولكن لو هي صغيرة ممكن ما تعمليش الشق ده. وبرضو هي حلوة برضو ان احنا بنحط فيها التتبيلة او البهارات. حطيت البهارات عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، عندي زعتر وعندي روزماري، وكمان حطيت 7 بهارات. حطيت عندي بعد كده شوية من الدبس الرمان، حطيت كمان شوية خل، وكمان حطيت عندي شوية من الكزبرة الخضراء. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده كويس، وسبتها لمدة ساعتين 3 ساعات. ممكن تسيبيها ليلة كاملة في التلاجة، بس اهم حاجة تغطيها علشان بس مفيش حاجة تقع عليها. بعد كده هبدأ ان انا اشيل دبابيس الفراخ، وهحطها بقى في البايركس اللي هندخله الفرن. هحط عندي البطاطس والخضار ده كله كده، هفرشه على الصينية كده بالشكل ده. وبعدين هبدأ اجيب عندي دبابيس الفراخ وهرصها فوق البطاطس. تمام بالشكل ده. خلاص كده انا عملت الصينية بتاعتي. احط عندي شوية زبدة طبعا، او شوية زيت حسب ما انتي بتحبي تحطي. يعني انا بحب احط زبدة مع الخضار بتاعي، وبحب احط كمان مكعب من المرقة، لان احنا يعني الملح ما كانش طبعا هيكفي، احنا عملنا بس شويه ملح كده للتتبيله، لكن لازم طبعا مكعب مرقه علشان خاطر يسوي لي كل الحاجات دي. ده بقى اكياس الديمي جلاس. اكياس الديمي جلاس دي بتتباع في اي سوبر ماركت، بتاخديها. احنا هنستخدم صوص الديمي جلاس ده بديل عن الطماطم. يعني احنا مش هنعمل صلصه طماطم، هنستخدم صوص الديمي جلاس. هنجيب الكيس ونفضيه فيه شويه ميه كده صغيرين، وطبعا الميه تكون سخنه علشان خاطر الصوص ده مش بيدوب غير في الميه السخنه. عايزه تستخدمي نص الكيس، عايزه تستخدميه كله زي ما انتي تحبي. انا حبيت استخدمه كله لاني مش هحط معاه زي ما قلت لكم طماطم، فاستخدمت الكيس كله. خلاص بدأت بقى ان انا احط بس صلصة طماطم كده على وش كل دبوس من فوق، عشان تديني لون حلو كده في الفرن لما احطه تحت الشواية. خلاص حطيت عندي الصلصة بالشكل ده. هنجيب بقى ورق الزبدة، وبعدين ورقة فويل. لازم يا جماعة ورقة الزبدة الاول، علشان خاطر الفويل ما يبقاش ملاصق على طول بالاكل بتاعك، لانه غير صحي خالص. فطبعا لازم نستخدم الاول ورقة زبدة. خلاص هدخله بقى على الفرن على طول، وعلى بال ما يستوي هنعمل شوية رز مع بعض كده في السريع. جبت هنا مكعبين من الزبدة، حطيت بصلاية، حطيت بعد كده مكعب من المرقة، وحطيت شوية ملح. كمان هحط شوية من الفلفل الأسود، وعندي كمان شوية من ال7 بهارات، وكمان شوية صغيرين من الكركم.
نراعي ان الكركم ما يكونش كتير، لان الكركم من الحاجات اللي بتمرر في الاكل، فما تكتريش في كميه الكركم. انا بس حاطه كركم ليه؟ علشان خاطر احنا عايزين نعمل رز اصفر. فانا نزلت بعد كده بكوبايتين من الرز البسمتي، تقدري تستخدمي الرز المصري عادي جدا. وحطيت 4 كوبايات من المية السخنة، لان احنا بنستخدم ضعف كمية المية مع الرز البسمتي. خلاص كده انا خلاص هقلبه بالشكل دوت لما شرب المية، ومش هاجي ناحيته بقى خالص لحد ما يستوي. تعالوا بقى نغرف مع بعض كده الاطباق بتاعتنا. خلاص حبايبي، قدمنا كده البايركس بتاعنا، دبابيس الفراخ بالبطاطس بصوص الديمي جلاس. عايزه اوريكم شايفين البطاطس عامله ازاي، يعني متماسكه وفي نفس الوقت مستويه كويس جدا. كمان عندي الفراخ مستويه، طبعا هي سخنه جدا، بحاول اطلع لكم حته كده اهو، بصوا مستويه وزي الفل كده. خلاص عملنا مع بعض البطاطس والفراخ، دبابيس الفراخ، وعملنا مع بعض كمان الرز البسمتي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك وتقولي رايك ايه، ولو ليكي اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله.